زي ما انت شايفها في العلبة. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. كل انتيكة وليها حكاية، اسمعها مع منجز. فيديو مميز لولاعة مميزة من ولاعات رونسون فاريفلام، ولاعة رونسون سفينة. يلا نشوف كده مع بعض ايه الولاعة بحالة ممتازة زيرو، بسم الله ما شاء الله عليها، حتة جميلة جدا، والولاعة شغالة وبكفاءة تامة ومفيش فيها ادنى مشكلة. عايز اعرف اهم 3 حاجات في الولاعة. منين اعرف املى الولاعة، ومنين اعرف اغير الحجر للولاعة، ومنين اعرف ازود واقلل الشعلة. دي ال3 حاجات اللي احنا هنعرفهم عن الولاعة الرونسون الفاريفلام. فمن هنا كده نص لفة هتفتح الغطا بتاع الولاعة اهو كده بالشكل ده، نص لفه فتح معايا الغطا، وهستخدم صمام الانبوبه ومركب له صمام مخصوص هيجي لك مع الولاعه عشان تعرف تملى بيه. مجرد ما تركب الصمام كده في الولاعه بالشكل ده كده بيملى معاك الولاعه. وهتعمل الحركه دي كم مره؟ 3 مرات. كل ما تحط الانبوبه ترجع تاني تفضي الهواء. وبما ان الولاعه لسه ما اتملتش كويس فبتطلع هواء، فبالتالي ترجع تحط الصمام مره تانيه وتضغط وترجع تفضي هواء مره كمان بالشكل ده. والمره الثالثه التاكيديه يلا اللي هتاكد ان انت كده مليت الولاعه. انا كده مليت الولاعه بشكل كويس جدا، وعرفت طريقه ملو الولاعه. وتاكد معايا بقى من قفله الغطا ان هي قفلت كويس بالشكل ده. الغطا قفل كويس جدا. مكان زياده الشعله او تقليلها من المكان ده، ودي تاني اهم حاجه تعرفها عن الولاعه. بعد ما مليت الولاعه عايز تقلل الشعله او عايز تزودها بالشكل ده، تقدر ان انت تزود الشعله فتبقى عاليه هاي كده، او تقللها وتبقى سموزي صغيره كده. طيب يلا نروح على مكان تغيير الحجر. وبص كده معايا الاختام بتاعه الولاعه رونسون فاريفلام ميد ان انجلاند، حاجه في منتهى الشياكه والاناقه. الولاعه بصراحه يا جماعه تريد مارك اصليه مفيش فيها اي جدال. موديل السبعينات، موديل من الموديلات الفخمه جدا، بسم الله ما شاء الله. ركز بقى معايا عشان ضروري قوي اللي انا هقوله لك ده. اول ما تحط صباعك هنا وتلف نص لفه المسمار هيطلع، فبالتالي اوعى تشيل صباعك غير لما تتاكد ان انت السوسته اهي في ايدك، عشان خاطر لو شلت ايدي قبل ما يعني لفيت كده من غير ما اخد بالي السوسته بتنطر، وبالتالي ممكن تضيع، وبالتالي هتبوظ منك. يبقى بتفكها ازاي؟ نص لفه كده يمين تفك معاك، عايز تقفلها يبقى نص لفه كده شمال تقفلها مره تانية بسهوله وبطريقه بسيطه جدا. تعرف ان انت تغير الحجر، فبالتالي مجرد ما تفك هتلاقي السوسته في ايدك، هتلاقي الحجر صغير كده. تركبه ازاي؟ بسهولة شديدة جدا. تختار حجر من الحجارة اللي جاية لك مع الولاعة، ولو ما لقيتش طبعا او خلصت منك الحجارة تقدر ان انت تشتري حجارة تانية من عند اي محل بتاع ولاعات، بيكون حجر بالمقاس ده كده والشكل بتاعه اللي احنا شايفينه ده. حجر اسباني اصلي يا جماعة. الحجر دوت بنتاكد ان هو اسباني اصلي، ان احنا بنشتريه مع الولاعات البيك. هتركبه هنا في المكان ده، وبما ان هي راكب فيها حجر فمش هركب ده دلوقتي وهرجع اقفل. انا كنت بس بوريك المكان بيتركب فيه الحجر ازاي. ترجع تقفل كده بالشكل ده. ويلا نجرب مع بعض الولاعه. بسم الله ما شاء الله عليها، الولاعه شغاله وبكفاءه تامه مفيش فيها ادنى مشكله. كل حاجه عن الولاعه الرونسون السفينة شفناها واحدة واحدة، والصراحة أنا كنت محضر الفيديو ده عشان أقول لكم إن السفينة مش بس مجرد حاجة بنركبها نمشي بيها في البحر، السفينة بتقرب لينا. ويلا نقول أحلى سلام. سلام.